النهارده هنعمل شويه عصير اجمل من الكافيهات بره. في الكافيه بيتباع العصير، كوبايه العصير او كاس العصير بره بيتباع ب 30 و 40 جنيه. ليه نجيبه غالي من الكافيهات ونخلوا اولادنا تروح في الكافيهات؟ ما نعمله احنا لاولادنا في البيت بشويه تلج مجروشين وشويه عصير مانجا وشويه عصير موز، ونعمل اجمل كوبايه عصير سموزي لاولادنا. وندخل الفيديو ونشوف عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أسرار ست البيت. النهاردة إن شاء الله هنعمل عصير مانجا بموز باللبن، وهنحط عصير ليمون عليه عشان الموز ما يسودش مننا، وهنشوف يتعمل ازاي. هو خفيف ويتعمل بسرعة يعني. هنشوف مع بعض يتعمل ازاي. لو عندك عسل نحل اعملي بيه، لو عندك سكر اعملي بيه. هعمل الأول عصير الموز اهو، احطه واعصر عليه ليمون علشان ما يسودش معايا. ليمونية كده حلوة. وقت الحر ده هو بيبقوا الاولاد محتاجين، هما وقاعدين محتاجين يشربوا حاجه ساقعه. نعمل لهم عصاير. والموز والمانجا مع بعض بيبقى عصير حلو ومنعش كده اهو، بيخلي الاولاد تتقوى، بيبقى عندهم قوه من العصير بدل ما يبقى عندهم كسل. احطهم في الخلاط وارجع لكم تاني. حطيت الموز واللبن مع بعض وحطيت عليه سكر، ما حطيتش عسل نحل. لو انت عايزه تحطي عسل نحل حطي، لان العسل النحل بيبقى برضو مفيد للاولاد. ادي دلوقتي معايا الموز اهو باللبن اهو، وبرضو خلي فيه قطعه كده اهو من الموز، ما تفرمهاش جامد يعني. واشطف الخلاط واجي اعمل عصير المانجا. ودي المانجا ده كيس من اللي انا كنت مخزناه معاكم في اول القناه بتاعتي. انا خزنت معاكم المانجا. لسه المانجا الجديده ما جبتهاش. ده فاضل يعني، فاضل كيس واحد معايا، وفاضل علبه، لان انا عملته في اكياس وعملت شرايح في علبه عشان اعمل بيها الكنافه. وده فاضل كيس، وهو ده هو كيس من اللي انا مخزناه. هضربه برضو احط له سكر، يعني احط له حوالي 6 معالق كده. لو احتاج في الخلاط شويه ميه حط شويه ميه قليلين، يعني ما تحطش كتير. هذا برضو ضربت المانجا، ما تخليهاش تخف منك، خليها تقيله بالشكل ده اها، شايفينها بالمنظر ده اهي. ومعايا شويه تلج مجروشين، هنعمل عصير سموزي. اه، ونعمل ونحط في الكاسات كده اهو. يعني تجيبي مكعب كده من عندك من التلاجة وتكسريه وتحط عليه العصير. نصب مع بعض العصير بتاعنا، نقلب العصير اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تصب على كد الاولاد معاكي. وان شاء الله هعمل لكم عصير الموز بالبنجر. ينفع للانيميا، وينفع للبشره، وينفع للكسل بتاع الاولاد، بيقوي المناعه عندهم. وان شاء الله هعمله لكم قريب. نحط الموز، بصوا هتعملوا ازاي عشان ما يتخلطش على بعض بالمنظر ده اهي اهو.
تميل الكاس او الكوبايه بتاعتك بالشكل ده، وتفضي فيها على مهلك خالص. اي نوع عصير انت عاملاه 2 أو 3 لازم تعملي بالطريقه دي، وتلاحظي ان هو ما اختلطش على بعض. هتشربي احلى عصير انت واولادك بدون تكاليف، احسن ما تطلعي بره في المحلات وتكلفي نفسك تعمليه انت لاولادك في البيت. هنلف الصينيه كده عشان نعمل التانيين اهو. شايفين في قطع موز، ودلوقتي برضو هقطع موز واحطه على الوش. اهو نفس الطريقه دي اهو. شايفين المنظر؟ هجيب معايا كام موزه كده اهو اهو. ما قطعش الحلقات رفيعه، قطعها ايه سميكه كده شويه عشان ما توجعش منك في الكاس او في الكوبايه اللي انت حاطه فيها العصير. بالطريقه دي برضو لو عندك قطع مانجا برضو حطيها اهي اهي بالطريقه دي اهو. هيبقى عصير حلو خالص معاكي اهي. وزي ما قلت لك لو في مانجا عندك قطع حطيها اهو. اجيب الشلمون اهو احطه عشان يبقى اجمل عصير لاولادك اهي اهو. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه بتاعتي. وزي ما قلت لكم لو في عسل نحل ممكن تعملوه بدل السكر، تعملوا عسل النحل. وان شاء الله تعجبكم الوصفه، وشويه عصير منعشين لاولادك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.